ترأس والي ورئيس جهة الداخلة وادي الذهب إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية افتتاح معرض الصناعة التقليدية في دورته الثالثة الذي تنظمه وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقد عرفت هذه النسخة مشاركة 62 صانع وصانعة تقليدية من مختلف ربوع المملكة بعرض مهارات الصانع التقليدي في مختلف الصناعات التقليدية التي تزخر بها أقاليمنا الجنوبية، وكذا باقي المدن المشاركة في هذه النسخة، كما تعد فرصة لعرض وتسويق منتجاتهم. وستعرف دورة هذه السنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية سلسلة من الأنشطة تتجلى في عروض الأزياء وندوات تخصيصية لفائدة الصناع التقليديين. تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية ستستمر إلى غاية 31 يوليو من الشهر الجاري.